والله شكرا برهوم على اليوم الجميل. عفوا حبيبي، عفوا حبيبي، نلتقي قريبا ان شاء الله. هلا بك. هلا. السلام عليكم، مساكم الله بالخير. معكم الشيف الدوني. اليوم عندنا 3 كيلو جرام لحمة حاشي وسعة حرارة 180. وإن شاء الله تشوفون الطبخ المفيد. ويقول هو طبعا أن هذا اللحم مقطوف من مزارع أستراليا الجميلة. وهناك الجمل أبو سنامين، بحيث يظهر هذا الشحم الأبيض. بماذا؟ يعني البروتين للجروث. سلام الحاشي. سلام الحاشي. شوف رأيك بهذا القدر؟ يعني هذا قدر فعال شركة هوم سنتر. نعم. مرحبا، ما رحبنا فيك المهندس بسام بن سعود. يا هلا، يا حياك الله يا اخوي الصغير. هي الصغير نطفة عيني، يعني فوق اني ماني مجبور اصور تنمر بعد. غصبا عليك، يعني هذا شيء طبيعي. يشرفني ويونسني وتتشرف شقتك باني اكون عندك. بس احنا ما احنا متشرفين، بس ايوه اسلم. زين، غصبا عليك طبعا. اخوكم كيفك؟ غصبا عليك. ما ادري سناب، ما ادري والله ما خليك تلعب بلاي ستيشن. اوه يا الصوت، تدري وش يذكرني الصوت هذا؟ والله عدو محمد سرور قاعد يقسم صبا. اي مرياني، يعني كبسه شو اسمه، برياني. اي هالصبا. اي احيانا لو تحط عليه بهارات بيات يمكن. بيات عاد انه هوند لحاله عاد. يا هلا بك. هلا مرحبا. ما شاء الله استعدادات على اي هذا بعد على الكبسه. اي الله يبارك على الرز. بسام بو مستشفى قريب. اهلا بكم متابعين سناب سامي بن سعود. اليوم نلتقي مع احد الشيفات العالميين. الشيفات ولا الشيفز ولا شيفز العالميين على الكرة الأرضية. طيب ليه انجليزي؟ الطباخ الأخ الجميل حسين الوصايف السعود. هلا غلا بك انتم متابعينك. طيب السؤال، هلا بكم. السؤال، كم لك في مجال هذا يعني الطبخ 15 سنة ونص. أنا مصدق، بس نسأل الشباب إن شاء الله. طيب كيف، إيش أجمل طبخاتك؟ ورق عنب محشي بمقلوبة. حلو. هل تجيد الحلا، صنع الكيك، البانكيك؟ بانكيك مقلوبة. مقلوبة. نعم. بانكيك. في سويت سواه، أنا أذكر سويت نوتيلا. تعرف النوتيلا؟ نوتيلا على شنو؟ قل له المكونات. صباح الخير، الله يوفقكم باختباراتكم، يسهل اموركم. مشكورين والله على الدعم، ومنور كلام كذب حق. لا والله صدق مشكورين. بقول لكم اهلي ليش جاي للرياض، راح يجون كل فتره، خاصه الوالده الله يشفيها ويشفي جميع مرضاكم ومرضى المسلمين. اللي يتذكر سالفه العمليه قبل، ان هي سوت عمليه ازاله خلايا سرطانيه، لكن بعد فتره اكتشفوا انها لازم تلجا للعلاج الكيماوي. فللأسف أنه هي كل فترة 20 يوم أو شهر تجي للرياض عشان تاخذ إبرة كيماوي، والإبرة جدا تتعبها، والله يشفيها يا رب. فاليوم عندها إبرة كيماوي، فدعواتكم لها ولا تنسونا من دعاكم. وبس والله هذا اللي يعني حبيت.